في عام 1885 فلاحة مصرية وهي بتزرع أرضها لقت ألواح صينية منقوشة عليها كتابات غريبة. جمعت شوية من الألواح دي وباعتهم بقروش لتاجر. التاجر ده عرضهم على خبراء الآثار، ولما شافوا خبراء الآثار الألواح دي قامت الدنيا وما قعدتش، وبدأوا ينقبوا في نفس المكان اللي اتلقى فيه الألواح لحد ما لقوا أكتر من 382 لوحة. المكان اللي اكتشف فيه الألواح طلع أيام المصريين القدماء أرشيف مراسلات الملك، حاجة كده زي خزانة مراسلات ملكية في أخيتاتون اللي هي تل العمارنة حاليا أيام الملك إخناتون. الألواح دي عبارة عن أساطير وملاحم ومقاطع لفظية، وفي كمان رسائل رسمية بين ملوك مصر زي الملك أمنحتب الثالث وإخناتون وتوت عنخ آمون، وملوك الشرق الأدنى بابل وآشور وميتاني وخيتا. خيتا هي المملكة الحيثيين، وقبرص، ورسايل تانية كتير متبادلة مع حكام الولايات التابعة لمصر، فلسطين وسوريا. الألواح دي اتوزعت بعد كده على جميع متاحف العالم، وفي منها ضاع وفي منها اتكسر. الألواح دي مكتوبة باللغة الأكادية، خط مسماري، لهجة بابلية يعني عراقية، واللغة دي كانت لغة مراسلات عالمية رسمية. يعني كل دول العالم وقتها كانت بتتعامل باللغة الأكادية في العلاقات الدولية. من أشهر الرسائل رسالة بعتها واحد من الملوك لملك مصر الملك أمنحتب الثالث، بيطلب الملك ده من الملك أمنحتب الثالث كميات دهب، واحنا زي ما عارفين مصر زمان كان الدهب فيها زي التراب. في رسالة تانية بعتها ملك بابل لأمنحتب بيطلب إن هو يتجوز أميرة مصرية، وده كان طبعا مبدأ مرفوض عند الملوك المصريين إن هم يجوزوا بناتهم برا مصر. هم يتجوزوا أميرات أجنبيات، لكن الأميرات المصرية ما تخرجش برا مصر. أمنحتب الثالث رد عليه وقال له من قديم الأزل ولا أميرة مصرية تتجوز من أي إنسان، لدرجة إن ملك بابل حس بإحراج شديد جدا قدام شعبه، وبعت له رسالة تانية بيقول له فيها إنه ابعت لي أي واحدة أتجوزها ومحدش هيعرف إنها مش أميرة. رسائل العمارنة عرفتنا طبيعة وشكل العلاقات الدولية كان عامل إزاي أيام المصريين القدماء.